اللي قدامكم ده اغرب سندوتش اكلته السنه دي، لحمه سيده. رحت اجرب مكان صغير لسه فاتح جديد اسمه سيده، وحرفيا طلبت المنيو كله بتاعهم اللي هو اصلا عباره عن 7 سندوتشات، كفته وسجق وحواوشي ولحمه بالبصل مع شيش وسندوتش فرايد تشيكن. وتعالوا بقى اقول لكم اكتر حاجه عجبتني عندهم. لازم تجربوا سندوتش لحمه سيده، وده بيكون لحمه مستويه 8 ساعات وعليها صوص خاص بالمكان. تتبيله اللحمه كانت حلوه قوي وطعمه كان مميز وحجم السندوتش هيشبعك. وعندهم رغيف حواوشي على الفحم زي ما الكتاب بيقول. السجق عندهم ما يتفوتش بصراحه، سواء المشوي وتنزل عليه بالطحينه ولا اللي احلى منه بقى السجق بالخلطه. ولو عايز تتمزج بجد اطلب ربع كيلو ونقنق براحتك يا معلم. هما بيعملوا وجبات وسندوتشات. الكفته في العيش البلدي بالنسبه لي كانت عاديه خالص، بس لما جربتها في العيش ده كانت تحفه. لازم تجربوها كمان مع الطحينه بالليمون المعصفر، اختراع. وتبلع بقى بميه السلطه، عاملينها في ازازه صغيره شكلها شيك. ولو بتحبوا الفراخ جربوا الفرايد تشيكن بس في العيش السوري مش البلدي. ولازم تجربوا الشيش عندهم، خلطه حلوه مع تتبيله محترمه طعمها هيعجبكم قوي. واقول لكم على نصيحه بقى، اطلبوا الكرامات والمدد عندهم، وما تقلقوش دي اسامي العروض بتاعتهم عشان هتوفر في الفلوس وهينزل لك كمان سلطه ببلاش. مكانهم في شيل اوت الحي الاول 6 اكتوبر. وما تنساش بقى تعمل منشن لصاحبك اللي هتاخده معاك.